سمعتوا آخر الأخبار عن راموس؟ الراجل ده بيستعد يفتح فصل جديد في مسيرته، مش كلاعب لكن كمالك للنادي اللي بدأ فيه مشواره الكروي، إشبيلية. القصة كلها بدأت لما راموس قدم عرض رسمي لشراء النادي، والعرض ده بيقدر بحوالي 400 مليون يورو، رقم كبير لدرجة إنه خلى العائلات المالكة للنادي توافق على فتح فترة تفاوض حصرية عشان يدرسوا حسابات النادي ويشوفوا إذا كانت العملية دي مجدية اقتصاديا ولا لأ. راموس حاليا لاعب حر بعد ما رفض يجدد عقده مع مونتيري المكسيكي، وده خلى التكهنات تكتر عن قربه إنه يعتزل اللعب ويبدأ يركز على أدواره الاستثمارية. والمثير في الموضوع إنه مش غريب على ملعب رامون سانشيز بيزخوان، النادي اللي بدأ فيه حياته الكروية في أكاديميته، وده قبل ما ينتقل لريال مدريد اللي عاش فيه أفضل فتراته الكروية وحقق فيه إنجازات كبيرة. المدافع المخضرم ده عنده تجربتين سابقتين مع إشبيلية، الأولى كانت في بداية مشواره قبل ما يروح ريال مدريد، والتانية بعد ما خرج من باريس سان جيرمان سنة 2021. لكن العودة دي مختلفة تماما، لأنه مش جاي كلاعب لكنه جاي كمالك للنادي، وفكرته إنه يعيد الاستقرار ويبني لهم مشروع طويل المدى يقدر يرجع إشبيلية لمكانه الطبيعي في صدارة الليجا. ولا عشان ينجح في الخطوة دي، راموس عمل شراكة مع رجل الأعمال الأرجنتيني مارتين إنكا، اللي هو الرئيس التنفيذي لشركة IF11 كابيتال، مجموعة استثمارية أمريكية متخصصة في كرة القدم. التحالف ده هدفه يضمن الدعم المالي للنادي ويعطيه القوة الاقتصادية اللي تخليه ينافس على أعلى المستويات، سواء محليا أو على المستوى القاري. وكمان الشركة الاستثمارية دي ليها علاقات سابقة مع المدير الرياضي الحالي للنادي أنطونيو كوردون، والموضوع ده ممكن يسهل عليهم مسار المفاوضات. بعد ما ساب الدوري المكسيكي، راموس فضل بلا نادي، ومع قربه من 40 سنة، كل المؤشرات بتقول إنه ممكن يعلن اعتزاله نهائي ويبدأ يركز في دوره الجديد كمالك مشارك للنادي مع مشاريع تانية كمان. باختصار، راموس مش بس رجع لمكانه القديم، لكنه بيحاول يحول حبه للنادي واستثماره فيه لشيء أكبر، مشروع طويل المدى يقدر يحافظ على مكانة إشبيلية ويخليه ينافس على الكبار تاني.